الاهلي بيتعادل مع المصري 0-0 وبيضيع على نفسه فرصه ذهبيه ان هو ينفرد بصداره الدوري الممتاز بعد تعادل الزمالك مع الاتحاد وفيوتشر وبيراميدز. الاهلي كالعاده بيثبت كل يوم ان هو محتاج مهاجم، وده اللي هيبين لنا في الثلاث اربع فرص اللي الاهلي راح بيهم في الشوط الثاني بالذات. ومفيش ولا مهاجم في النادي الاهلي قادر ان هو يجيب حتى جون او يعمل حاجه قريبه من الجون. تعالوا نتكلم على الثلاث فرص او الاربع فرص اللي راحت للنادي الاهلي، وبتثبت لنا فعلا ان انت ما عندكش مهاجم خالص، سواء محمد شريف او شادي حسين او حتى حسام حسن اللي كان واخد فرصته وراح لسموحه. اول كرة عايزين نتكلم عنها هي بتاعت محمد شريف. الصوره واضحه قدامكم، محمد شريف الجون قدامه خالص فاضي خالص، محمود جاد واقف بعيد وبيحطها في السماء بشماله. تاني كرة عايزين برضو نتكلم عنها هي كرة احمد عبد القادر، شادي حسين بيريحها حلوه قوي ليه، لكن احمد عبد القادر في تصرف غريب، اليمين مفتوحه له والشمال مفتوحه له، لكن بيحطها في الزاويه اللي واقف فيها الجون. ده لو كان مهاجم كان قدر شاف زاويه فاضيه وحطها. تالت كوره بتاعت شادي حسين، شادي حسين الكرة جات له متلعبكه من ميسي، المفروض انت هتعدل على شمالك وتشوف بيمينك سهله جدا، لكن شادي حسين زي ما انتم شايفين في الصوره بيشوف بشماله اللي هو واقف عليها اصلا على الثابته، هو واقف بشماله بيشوف بشماله، فتصرف غريب جدا. اخر كوره بقى اللي عايز اتكلم فيها، هي مش كانت اخر هجمه، لا يعني انا قصدي على الهجمه نفسها، هجمه حسين الشحات ومحمد مجدي قفشه. حسين الشحات بيعديها لمحمد مجدي قفشه وهو في المكان فاضي خالص من نص الملعب. انت المفروض كاي لعيب هتاخد الكوره، انت مش محتاج تبقى سبرنتر او اي حاجه، انت محتاج ان انت تاخد الكوره وتعمل سبرنت وبكل ثقه، سواء هتحطها في الناحيه اليمين هتعدي من الجون لعبتك وتشوتها بشمالك. عملتها كذا مره، لكن اللي انت ما عملتوش قبل كده ان انت تجري، ويعني وما تحسسنيش ان انت اتفاجئت كلاعب ان انت خدت كرة من نص الملعب ومش عارف تجري من نص الملعب لغايه الجون، واقرب مدافع ليك على بعد 6 7 متر منك. لكن اللي بيحصل حاجه غريبه جدا، ان قفشه مش قادر يجري ال 30 40 متر، ومدافع المصري بيحصله وبيعملها باص لحسين الشحات، حتى مش قدامه بيعملها له وراه، بيخلي حسين الشحات يشوطها مش معدول. يا قفشه ما ينفعش حاجه زي كده، تبقى انت لعيب بتلعب في النادي الاهلي، ليك وزن وليك قيمه وليك مواصفات خاصه، دي مش مواصفات لاعب في النادي الاهلي. انت مش عشان صانع العاب يبقى ما بتجريش. للاسف للاسف الاهلي محتاج مهاجم في اسرع وقت، والاهلي راح جاب صفقات، هو صفقات محتاجه الباك اليمين ونص الملعب والطرف، لكن الاولويه ان انت قبل ما تجيب كل دول تجيب مهاجم واتنين، وده اللي عايزين نتكلم عنه في حلقه جايه. هنتكلم عن لجنه التعاقدات ولجنه الكوره في النادي الاهلي والكوارث اللي بتعملها. معقوله بقالنا سنتين ثلاثه مش عارفين نحط عينينا على مهاجم نجيبه؟ معقوله ده ينفع في النادي الاهلي؟ حاجه غريبه. الحلقه الجايه هنعمل حلقه مخصوص على لجنه التعاقدات والاخطاء اللي بترتكبها لجنه التعاقدات ولجنه الكوره في النادي الاهلي، واشوفكم الحلقه الجايه.